وسجل في مرماه هدفا في الدقيقة 19 من عمر شوط المباراة الأول عن طريق أندريك اللاعب الشاب الذي احتفل به هذا العجوز انشيلوتي ومع بقية الرفاق. كان الهدف من صناعة جود بيلينغهام. في الإحصائيات الأرقام تقول بأن سوسيداد سدد أكثر بمرتين بمعنى 7 مقابل 5 وسدد على المرمى 5. مدريد اكتفى بمرتين، واحدة كانت عبارة عن هدف، بل أن سوسيداد استحق الاستحواذ في شوط المباراة الأول وكان الأخطر في الكثير من الحالات. الكابتن بدر حقباني والكابتن أحمد عفيفي كانوا ولا زالوا معنا. كابتن أحمد، شوط المباراة الأول، بس خلونا طبعا المباراة كان حاسب حكم المباراة 3 دقائق وقت بدل ضايع، وبعدين زادها 3 دقائق أخرى وفي حالة واستدعى البوليس فيها. خلونا نشوف الحالة أو اللقطة التي كتبت على شاشة الملعب وكانت بالإسبانية، وهذا الحديث الذي دار بين الحكم والمدربين والجميع، ويبدو أنه حتى مع قائد فريق سوسيداد فيما يتعلق بتنبيه الجماهير. هذا الرجل هو محور ما حدث، دائما هو محور ما حدث. فينيسيوس في هذه الحالة كتب على هذه اللوحة: لا للهتافات العنصرية، شجع فريقك بطريقة أفضل وابتعد عن هذه التصرفات في توجيه للجماهير. كابتن أحمد، اعتادت الجماهير الإسبانية أصلا على هذا النوع من الخطاب. أظن أن فينيسيوس جونيور هو نقطة مفصلية تاريخيا في تاريخ العنصرية. ده أول لعيب من هذا المستوى يقف ويقول enough is enough. اللي هو مش هتعدوها لي مرة وتطبطبوا على، لا، كل مرة أنا هعمل لكم مشكلة. لما تيجي تبص لها من بعيد، لو أنت مش حاسس بالمشكلة أو لو أنت بتعيش في مجتمع ما بيعاملكش أنت بعنصرية، هتشعر انه بيتدلع وخلاص بقى، ما عدت على الناس كلها. بينما الحقيقه هي مريره جدا وهو ما تجاوزها. انت كانسان لحم دم بتعامل كانك في مرحله ادنى من باقي البشر، وده شيء نتوقف، يستحق ان مباريات كره القدم، يستحق ان الحياه كلها تتوقف عنده. وفينيسيوس قرر انه يبقى اول لعيب من المستوى ده يقف على كل مره. صحيح. مش يمشي يقولها مره. صحيح. او يلمح لها مره. لا، ده انا هوقفكم عندها كل مره. حتى لو ان ده ادى ان فينيسيوس نفسه على فكره بيخسر. بالضبط. لان في جزء كبير جدا المسائل مش دايما بريئه، صحيح. في راسماليه عالميه وفي فلوس بتدفع في هذه الاشياء وكذا وكذا وكذا، واسبانيا عندها تنظيم كاس عالم بس فينيسيوس قرر انه يتجاهل تماما. صحيح. كل ده ويقول صار يتحدث عنها في الملعب. ده الصح، يبقى هو ده الصح. يتحدث عنها في الملعب، يتحدث عنها بالصحافه، في السوشيال ميديا، وفي كل مره كانت جزء من رسالته. يبدو انها رساله لدى هذا الرجل. كابتن بدر، كيف كان شوط المباراه الاول؟ افضليه لريال سوسيداد. انا اعتقد انه باستثناء الكره المرتده لفريق ريال مدريد، اليوم شوط نشوف ريال سوسيداد من خلال الضغط العالي، من خلال حرمان ريال مدريد من عمليه البناء. بدأ بقوه، لعب ريال سوسيداد بال4-3-3، وكنا نشوف برايس مينديز قريب كثير لأوريازابال، نشوف في حالات بال4-4-2 في الحاله الهجوميه. ريال مدريد لم يستطع الخروج بالكره طوال شوط المباراه الاول باستثناء كورتين فقط، واحده منها جل الهدف. ريال مدريد كيف تعامل مع المباراه؟ انا اعتقد ان الشوط الاول محظوظ ريال مدريد انه لم يخرج، لم تهتز شباكه. صح، لم تهتز شباكه بالضبط. لما ريال مدريد لعب بال4-4-2 شفنا فينيسيوس بجانب اندريك، دفاع منطقه، اللعب بخطوط متقاربه، محاولة عدم إعطاء مساحة لريال سوسيداد من خلال الاستحواذ والوصول لمرماه. في الهدف لاحظ فينيسيوس وتعامل فينيسيوس في الحالة الدفاعية. صحيح. هو من افتك الكرة، ثم نشوف تعامل زبلدية مع أندريك، لا رقابة. صح. ثم لا عدم خروجه في لكسر الأوفسايد. أنا أعتقد شوط أول تفوق فيه ريال سوسيداد ما عدا تسجيل الهدف اللي أعتقد ريال مدريد محظوظ. وسجلوا بالخبرة أيضا مدريد، خرج وكواليتي اللعيبة قوتهم بالكرات المرتدة. أنا أعتقد ريال مدريد في حاجة لاعبين لإعطاء الفريق ممتاز. نوعا ما الاستحواذ الشوط الثاني. سوسيداد حتى بعد الهدف بقي على ما هو عليه، واقف في الملعب وقادر يوصل كل مرة، لونين يتصدى كل مرة. هو يوم اخر في حياه ريال مدريد. الفريق الخصم اكثر تنظيما في الضغط، ضغطه ممتاز، المان تو مان ممتاز. ارومبورو في لحظه ما كان هو اللي بيجي في ظهر فينيسيوس عشان صحيح. يبقى وكأن بدل ما فينيسيوس يطلع بينا بالهجمه يبقى هو المكان اللي بنفتك فيه الكره وبنتحول. لكن في النهايه في افضليه فرديه كاسحه. احنا شفنا اكتر من لاعب من سوسيداد بعد ما بينتج بعد الضغط والتحول بيبقى معاهم الكره اما داخل منطقه الجزاء او على حدود منطقه الجزاء. التصرف مختلف تماما عن تصرف باص هايل من بيلينغهام، والفيرست تاتش بتاعت اندريك، واو، فيرست تاتش جباره. صحيح. ثم بعد ما لقى نفسه امام المرمى كان ممكن يحط فيها وش رجله مطرح ما تروح، حطها بوش رجله الخارجي، وضعها في المرمى، مش سددها، كان حطها بيده، وضعها في المرمى. لعيب عنده 16 سنه. ودي النقطه اللي لازال ريال مدريد فيها بيتفوق على كل فرق العالم، ان انا يا جماعه مش الافضل تنظيما، انا بدي حريات كبيره جدا للعيبه، لكن مهما جالك عدد من الفرص انا هفضل دايما نارو، هفضل دايما قافل عمق منطقه الجزاء،
وفي النهايه اويرزابال هنا دي لو مبابي جول جت لمبابي في ماتش سيتي بالمناسبه هي بالظبط جول. لكن انت بتتكلم كمان مش على مستوى مبابي، على مستوى اندريك. فريال مدريد زي ما قلت لك هو انذر داي ان ذا اوفيس، هو يوم جديد من ايام ريال مدريد. احنا هنروح بعدد قليل بس احنا الكواليتي عالي قوي 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 قوي، وانت هتبقى افضل في الضغط، هتبقى افضل في الخروج بالكوره، هتبقى افضل في كل ما هو جماعي. ولكن هذا لا يعني انك لكن الافضليه الفرديه دايما هتنتصر. صحيح. كابتن بدر، الشوط المباراه الثاني سوسيداد كيف يواصل ما بدأ، وبالذات فيها ايضا حاله بدنيه كبيره، وفي كل مره مع تحولات مدريد سيكون يعني عليه الركض اكثر. راح يستمر على نفس الحاله في عمليه الضغط العالي، عمليه الاستحواذ. انا اعتقد انه في حاجه في منتصف الشوط الثاني لاشراك اوسكارسون لاستغلال الحاله الهجوميه، لوجود لاعب قدره على التسجيل. ريال مدريد انا اعتقد انه في حاجه وجود لاعبين عندهم القدره على الاحتفاظ بالكره. مودريتش مثلا قد يكون حاضر مكان كامافينجا، ممكن نشوف رودريجو، واللي بالتاكيد انه قوة ريال مدريد واضحة في الشوط الأول من خلال الكرات المرتدة، واللي بالتأكيد راح يلقاها في الشوط الثاني، وبالتأكيد رودريجو واحد من. هل سيسجل سوسيداد بعد كل ما عمل الشوط المباراة الأول؟ هل سيسجل مدريد من فرصة واحدة؟ برضه هو ده السؤال. لكن السؤال لا، بس سؤالي أحسن أنا، هل سيسجل سوسيداد بعد هذا الضغط؟ هل سؤال انا معتاد اكتر هل سيسجل مدريد؟ لكن هو السؤال اردا جولير النهارده خد 45 دقيقه في ظني الشخصي ولا 450 دقيقه. هذا اللاعب مبالغ في قدراته كجناح. صحيح. لو ما وجدش نفسه في مكان وفعلا في كل مبارياته في الكاس، كل مبارياته في الكاس لم يؤدي اردا جولير كما يجب. يبدو انها الفرص الاخيره التي فقلنا يبقى هنلعب بفالفيردي باك رايت النهارده، وعايز يريح فالفيردي لان فالفيردي مستهلك. صحيح. تماما. طب مين اللي هيلعب باك رايت؟ اتحطينا في مشكله ثانيه، لوكاس فاسكيز راجع من الاصابه، تشواميني ما يقدرش يلعب باك رايت، يقدر يعدي بينا قلب دفاع، ما هوش افضل قلب دفاع. لكن المفاجاه السعيده لريال مدريد هو اسينسيو. 3 شهور ما كانش حد يعرفه، النهارده واحد من اهم اللعيبه، وبالمناسبه عنده نسبه تمرير 92% منها اسيستات. اللونج بول بتاعه ممتاز. طب مين يبقى هو؟ تشواميني ولا اسينسيو؟ وهو خرح لخيار اسينسيو على فكره جارسيا، يعني انا اتكلم عن انشيلوتي وهو رجل يحب فريقه، بمعنى انه يعني ما يحدث التغيير، ما يجرب كثير. لكن عندما جرب جارسيا مشت الامور، مشت بالعكس، اصبح احد نجوم الفريق وحل هذه المعضله. هو مدريد عموما عنده مشكله في الباك ليفت، ان ما حدش قادر يقدم اداء واضح. يعني فيرلان مندي اللي هو واخد بطولات تشامبيونز ليج وكذا، ولكن انا ممكن يغزلك في اي لحظه. فران جارسيا لعيب ناشط جدا، لعيب حماسي جدا، لكن على المستوى التكنيكال برضه مش المستوى اللي انت منتظره. لكن النهارده اللي مستنيين نشوف فعلا هو اردا جولير. انا في ظني الشخصي اللي ممكن يكون مباراه الكاس الاخيره ترى ما ادى كويس. انا لا اظن ان اردا جولير هيلعب في ريال مدريد في المستوى العالي. اللعيبه اللي زي اردا جولير، زي حكيم زياش اللي هو لعيب مهاري جدا بس مش جناح، لو ما لقاش لنفسه مكان في عمق الملعب اظن انه مش هيلعب في التوب ليفل، محتاج ينزل درجتين لتحت. اردا جولير موهبه طاغيه، كرات ثابته ممتاز، لكن مش جناح بالشكل التقليدي، فمحتاج يلاقي لنفسه مكان في عمق الملعب. في عمق الملعب في واحد اللي اظن هيبقى افضل لعيب انجليزي في التاريخ عند لحظه ما، جو بيلينجهام لو مشي بالمستوى ده هيبقى افضل لعيب انجليزي في التاريخ. مالكش مكان هنا، فانت محتاج تظبط نفسك كثمانيه، والا مش هتلعب. خامس رودريجيز، حكيم زياش، اردا جولير، الثلاثه دول شبه بعض بالنسبه لي في عناصر كبيره. نروح وبدنيا ما يقدر يعطي 8 كثير، ما يقدرش. لا بس التكنيكاليتي بتاعته في المساحات الضيقه ممكن تخدمه، لكن هو على الجناح هيبقى عنده ازمه كبيره. جود بيلينجهام اظن ان هو مفتاح ريال مدريد. لو جود بيلينجهام استسلم لفكره انا عايز ابقى قريب من المرمى واسجل اهداف وكذا وكذا، ده بيأثر على الفريق بالكامل. لكن لما بينزل نص الملعب يربط الفريق، بتشوف مدريد اخر، زي الشوط الثاني في مباراه سيتي، وزي مباراه العوده بالكامل في مباراه سيتي وريال مدريد. اليوم على الاقل بنشوف 4-5 شبان في مدريد، وهي حاله اقل دائما مع انشيلوتي يستخدمها في مباراته هذه المره على الكاس الغير مفضله. اتحدث عن كاس ملك اسبانيا، عن الكوبا ديل ري. هذه المره يواجه ريال سوسيداد هناك في ريال ارينا. فاصل قصير. حماسه سوسيداد في هذه المباراه، يعلم سوسيداد انه اموره في الدوري ليست افضل حال، كذلك مواجهه اليونايتد في اليوروبا ليج. بالتاكيد لما نتكلم عن ريال مدريد راح تكون الحالات الفرديه، وتحديدا لما نتكلم عن فينيسيوس، بيلينغهام، وجود اندريك بالتاكيد اللي في حاله اثبات وجوده في مثل مباريات اليوم. لكن بالتاكيد المباراه لن تكون سهله امام فريق يدخل بكامل عناصره الاساسيه بتواجد اوريزبال اللي تعودنا ان نشوفه في وسط الملعب، لكن وجوده في مباراه اليوم كمهاجم يعطيك انطباع. وحتى بالمباريات الاخيره كان يلعب تقريبا راس الحربه، يلعب في احيانا استخدام اوريزبال دائما في المباريات الكبيره لجعل اكبر عدد من اللاعبين اللي عندهم قدره على المسانده الدفاعيه في هذه المباراه بعدم تواجد
تواجد اوسكارسون اللي تعودنا ان نشوفه في المباريات الاقل من المباريات التنافسيه، كوبو ايضا مراهن السرعات الطرف اليمين، ومع اعطاء الحريه اكثر للدخول للعمق. بارنيتشيا اللي اعتقد واحد من اهم الحلول على الطرف اليسار. تواجد ثلاثي في خط الوسط بقيمه عاليه، برايس مينديز، زوباميندي، لوكاس سوسيتش. بالتاكيد انها المباراه لن تكون سهله على فريق ريال مدريد، لكن بالتاكيد السيناريو الشوط الاول هو غالبا راح تكون السيطره والاستحواذ لفريق ريال مدريد، لكن بالتاكيد سوسيداد يملك قوه هجوميه من خلال الحاله التحولات، وتحديدا لما تتكلم عن نقطه ضعف ريال مدريد في الاظهره. على فكره كابتن احمد عفيفي، وانت تشوف الخيارات اليوم الدفاعيه، يمكن تلعب لاول مره مع بعض الاربع عناصر، كيف يؤذي سوسيداد مدريد من خلال دفاعه الجديد على الاقل ان يلعب معا؟ هي واحده من اهم نقاط ريال سوسيداد هي الضغط المنظم جدا جدا، ثم التحول بشكل مفاجئ. هم من افضل الفرق تقريبا، مش عايز اقول في العالم، بس من افضل الفرق في تنظيم الضغط من الامام. المشكله في امام ريال مدريد ان هي ميك اور بريك، يعني هتقطع قدام ريال مدريد امام خط دفاع ما بيلعبش مع بعضه لاول مره، ممكن تنتج هدف، بالذات ان كورتوا مش موجود، وان كان لونين جايب تشامبيونز ليج السنه اللي فاتت. صحيح. لكن في نفس الوقت مدريد لو كسر الضغط ده اصعب موقف يقابله اي. سومر يغيب عن إنتر لمدة شهر. أعلن إنتر ميلان اليوم الخميس تفاصيل الإصابة التي تعرض لها السويسري يان سومر حارس مرمى الفريق. وأوضح إنتر في بيان رسمي له أن يان سومر يعاني من كسر في إبهامه الأيمن، مرجحا غيابه عن الفريق لمدة شهر. وقال النادي الإيطالي: خضع يان سومر صباحا لفحوصات أظهرت كسرا في رأس العظمة السلامية لإبهامه الأيمن، ولم يوضح وصيف ترتيب الدوري الإيطالي راهنا بفارق نقطتين عن نابولي المتصدر كيفية تعرض الحارس المخضرم لهذه الإصابة. وبحسب الصحف الإيطالية سيغيب يان سومر 36 عاما لمدة شهر، وبالتالي لن يشارك في مباراة المرحلة 26 من الدوري ضد جنوة، كما لن يلعب في قمة المرحلة 27 ضد نابولي في 2 من آذار مارس. وفي غيابه يحرس شباك النيراتزور الإسباني جوزيب مارتينيز صاحب 26 عاما القادم من جنوة، والذي خاض مباراة واحدة مع فريقه الجديد ضد أودينيزي.